في قرية صغيرة كان في بيت قديم مهجور معروف إنه مسكون. الناس كانوا بيقولوا إنه في روح عايشة جوه دمية ضخمة، دمية شكلها مرعب جدا، عيونها كبيرة وشعرها أسود طويل. الدمية كانت موجودة في غرفة الكراكيب في البيت، ومحدش كان الجرأ يقترب منها. مرة شاب اسمه حسام كان مغامر ونفسه يثبت إنه مفيش حاجة اسمها أرواح. قرر يدخل البيت المهجور في ليلة عاصفة، معاه كشاف وصوته مرتفع عشان يخوف أي حاجة ممكن تظهر. دخل البيت وبدأ يستكشف. القلب بتاعه كان بيدق بسرعة، بس هو كان مصر يكمل. وصل لغرفة الكراكيب ولقى الدمية قايمة هناك، عيونها كانت بتلمع في ضوء الكشاف. حسام ضحك على نفسه وقال دي مجرد لعبة، لكن حسه كان بيقوله إنه في حاجة غلط. قرب منها وحس بحاجة غريبة، كأن الدمية بتتفرج عليه. فجأة سمع صوت هنسات في الأجواء، صوت أنين ضعيف. حسام اتجمد مكانه، لكنه جمع شجاعته وحط إيده على الدمية. لما لمستها حس بعصبية غريبة، وكأن الدمية بتجذبه ليها. ساب الكشاف في إيديه وقدام عينيه وبدأ يحس بحاجة غريبة، كأن الروح اللي جواها مش هادية. الليل كان بيعدي، ولما حسام قرر يخرج الدمية بقت تتكلم بصوت خافت: ما تسيبنيش لوحدي. حسام اتصدم وبدأ يجري، لكن كل ما يجري يلاقي نفسه راجع لنفس الغرفة. كان زي ما في سحر محبوسة فيه. فجأة جت عاصفة قوية والبيت كله اهتز. حسام لقى نفسه محاصر بين الجدران. الدمية بقت تتحرك لوحدها وتضحك، صوت ضحكتها كان مرعب. حسام حاول يهرب، لكن كل الأبواب كانت مقفولة. حاسس بضغط كبير، كأن الروح عايزة تاخده. وبينما هو بيحاول يفكر في خطة للهروب، فكرة سريعة جت على باله. قرر إنه ينادي على الروح: أنا مش هأذيك، اديني فرصة. صوت الضحك وقف فجأة والدنيا هديت. حسام ابتدى يحس بالراحة شوية، بس كان في حاجة غريبة بتحصل. الدمية قالت له: أنا محتاجة حد يهتم بيا، طول ما حد مش مهتم هفضل هنا محبوسة. حسام عرف إنه لازم يغير نظرته. فكر في الأيام اللي لعب فيها بالدمى في طفولته، وإزاي كانوا بيشعروا بالفرح لما حد يهتم بيهم. لما حسام بدأ يتكلم مع الدمية وكأنها صاحبة، الدمية بقت هادية، عيونها اللي كانت مليانة رعب بقت مليانة شوق. حسام استمر يتكلم، يحكي لها عن حياته، عن أحلامه وكل الحاجات اللي مر بيها. وفعلا بعد شوية حس بشيء غريب. الدمية بدأت تضعف وصوتها بقى خافت. حسام حس إن الروح بدأت تتحرر. فجأة الدمية اختفت والبيت كله اتنضف. الأبواب اتفتحت وحسام لقى نفسه بره البيت المهجور. خرج وهو مش مصدق اللي حصل، بس اتعلم درس مهم. الروح اللي كانت محبوسة في الدمية كانت محتاجة حد يهتم بيها، ومهما كانت الأحوال غريبة، الحب والاهتمام ممكن يحرروا أي حد. ومن يومها حسام بقى يحكي للناس عن قصته والدمية اللي عاشت في قلبه وأثرت